صباح الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا، متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. ولأن طلباتكم أوامر عملت لكم النهاردة الباتيه والكرواسون. عملنا الباتيه بالجبنة والكرواسون بالشوكولاتة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هننزل بكوباية ونص من الحليب. الحليب بتاعنا دافي. هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من السكر، ربع كوباية من الزيت النباتي، ومقدار معلقة صغيرة من الملح. وهنبتدي نخلط كل المكونات بتاعتنا، وهننزل بالدقيق بتاعنا وهو نص كيلو، بس هننزل بيه على مرتين بشكل تدريجي زي ما هتشوفوا معايا كده. هننزل ببقية الدقيق بتاعنا وهنبتدي نعجن كل المكونات بتاعتنا. وإذا حسينا واحنا شغالين ان العجينة بتاعتنا قسيت معانا، فهنبتدي نزود حليب. طبعا ده بيرجع على حسب نوع كل دقيق. كل دقيق بيختلف عن نوع الدقيق التاني غيره، طبعا حسب ما احنا متعودين. وبنستمر في العجن زي ما انتم شايفين حوالي 10 دقايق. وعايزه اقول لكم ان احنا القوام بتاعنا محتاجين قوام كده لين، لكن ما يكونش بيلزق. كمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه في خطوه الخميره. اذا ما كناش متاكدين من الخميره بتاعتنا فلازم نعمل اختبار للخميره. يعني هنعمل الخطوه دي في مج او كوبايه، نحط الخميره بتاعتنا ونحط الحليب بتاعنا في الاول والسكر ونسيبها تتفاعل ونتاكد ان الخميره بتاعتنا شغاله. وكده بقت جاهزه معانا زي ما انتم شايفين. هنغطيها ونسيبها تخمر معانا، وحسب الجو بتاعنا يعني ممكن تاخد معانا من 10 دقايق لنص ساعه عشان تبقى جاهزه معانا. دي هنا العجينة بتاعتنا بعد ما حجمها اتضاعف زي ما انتوا شايفين. هننزل كده برش خفيف من الدقيق، وهننزل بنص العجينة بتاعتنا وهنغطي النص التاني. وزي ما انتوا شايفين انا قسمت العجينة بتاعتي لنصين، ده النص الاولاني انا هبتدي في الباتيه الاول. فهنفرد العجينة بتاعتنا بالمردانة على شكل مستطيل زي ما هتشوفوا معايا كده. ودلوقتي وبعد ما فردنا العجين بتاعنا هنبتدي نجيب مكعبات الزبدة بتاعتنا اللي احنا مطلعينها من التلاجة تقريبا بقالها ساعة. لازم تكون طرية معانا واحنا بنفردها كده على العجين، لازم تكون لينة وطرية معانا. وبنفردها على المستطيل بتاعنا اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين معايا كده. دلوقتي بعد ما غلفنا العجينة بتاعتنا او الباتيه بتاعنا بالزبدة، دلوقتي انا هحشيه بالجبنة. طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع جبنة تكونوا بتفضلوه. وهننزل بالجبنة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو احنا هنعمل اسهل طريقة ممكن تعملوها للمعجنات بتاعتنا سواء الباتيه او الكرواسون. دلوقتي بقى هنلفها على شكل رول بالشكل ده كده. نحاول نسويها ونلفها زي ما قلت كده على شكل رول بالشكل ده، وبنكمل لحد الاخر بنفس الطريقة. موضوع سهل يا جماعة جدا. وده بيكون شكل الرول بتاعنا. دلوقتي بقى هنقطعه بالتساوي. بصوا انا ما عنديش قطعة عجين، فانا هقطع بقطعة البيتزا. كل 4 صوابع هعمل بينهم علامة زي ما انتم شايفين معايا كده. ودلوقتي بعد ما قطعنا الباتيه بتاعنا زي ما انتم شايفين هننقله بقى للصينية بتاعتنا. دلوقتي بقى هنغطي الباتيه بتاعنا ونسيبه لمدة 5 دقايق، وهنبتدي نشتغل في الكرواسون. هنبتدي من جديد نرش المفرش بتاعنا السيليكون زي ما انتم شايفين، وهنجيب الجزء التاني او النص التاني من العجين بتاعنا هننزل بيه. المرة دي بقى واحنا بنشتغل في الكرواسون لما فردنا العجينة بتاعته عملناها على شكل دائري. دلوقتي هنبتدي نقسمها بشكل متساوي. برضو انا هستخدم قطعة البيتزا. ودلوقتي هننفذ نفس الخطوة اللي عملناها مع الباتيه. هناخد بقى الكرواسون بتاعنا وندهنه برضو بالزبدة زي ما انتم شايفين كده، الزبدة الطرية بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها. وطبعا تقدروا تحطوا اي حشوات
زي ما انتوا حابين، دي حسب ذوقكم يعني. لكن بالنسبة لي انا هزينها من بره بالشوكولاتة، فانا اكتفيت بالشكل ده كده. ودلوقتي وبعد ما جهزنا الكرواسون بتاعنا هو كمان، هنسيبه يخمر معانا لمدة 5 دقايق. دلوقتي بقى هدهن وش الباتيه بتاعي بالحليب زي ما قلنا. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، تاخد معايا حوالي ربع ساعة. تقدروا كمان تخلوها سادة، وممكن تحطوا على وشها زي ما انا هعمل كده حبة البركة. ممكن كمان تحطوا سمسم لو حابين. وكده الباتيه بتاعنا جاهز علشان يدخل الفرن. وده الكرواسون بتاعنا عملته بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، عشان يبقى ميكس باتيه بالجبنة حادق وكرواسون بالشوكولاتة حلو. ده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. صباحكم سعادة لا تنتهي.